اوعى تعدي الاربع سنين بتوع الكليه من غير ما تعمل انترنشيب في شركات مالتي ناشونال. انت بتحكم على مرتبك من بكره ان شاء الله لما تيجوا الكليه، انت بتحكم على مرتبك كمان 4 سنين عايزه ازاي. الشركات بتدور على ايه؟ ده نموذج من شركه طالبه مهندسين من كليه الحاسبات والمعلومات، وبتقول ان احنا عايزين ليهم مواصفات معينه، يكونوا فريش جراد ويكونوا من 2 ل3 سنين خبره. ما تستعجبش، انت عرفت المعادله بتيجي منين؟ من اول سنه تشتغل، تاني سنه انت تمام، تالت سنه انت اتاخرت، رابع سنه كل سنه وانت طيب. في غيرك كتير. الشاهد في الموضوع هنا لو قريتوا الكلام هيقول لك انا عايزه تيم ممبر وركينج، انا عايزه يكولابريت مع الناس، عايزه عنده خبره زائد عنده ايه؟ شخصيه ومهارات تفيدني في الشغل. الشركات اكتشفت اكتشاف مذهل ان انا لو انا عندي حد بيعرف انجليزي كويس بس از نوت فيتنج الشغلانه، يعني مواصفاته مش قوي، ادي واحد. التاني شاطر جدا في الشغلانه بس ما بيعرفش انجليزي، تفتكروا هتعين مين؟ اللي كويس في الانجليزي، لانه هيعرف يكوميونيكيت ويعرف يبقى واجهه للشركه، ولكن التدريب بتاعه مش هياخد وقت. انما ما اقدرش اغير شخص اخليه هو اصلا دمر حياته، ما ذاكرش انجليزي مثلا، ما عملش حاجات فيها علاقه بالبرزنتيشن سكيلز، بالمهارات الشخصيه بتاعته، ده مش هينفع اعلمها له. انما اعرف اعلمه التكنولوجي اللي انا هدخله جوه الشركه فيها.